بسم الله الرحمن الرحيم. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. صدق الله العظيم. هل النملة مذكر أم مؤنث؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب ما كان ينبغي للسائل أن يسأل هذا السؤال، إنما كان ينبغي له أن يسأل عن هذه النملة كيف تكلمت بهذا الكلام. أما كلمة نملة من ناحية التأنيث من ناحية التأنيث فلفظ الكلام يدل على ذلك. قالت نملة ولم يقل قال نمل، إنما قالت نملة، فالتاء هنا للتأنيث، هذا من جهة. وكذلك التاء في كلمة نملة. وعلى فرض أن كلمة نملة مذكر ولا مؤنث، هذا لا يترتب عليه حكم من أحكام الله جل وعلا. إنما الشيء الذي كان ينبغي أن يسأل عنه السائل هو ما ذكرته في الكلام السابق، وهو أن الله جل وعلا ألهم هذه النملة حتى نطقت بهذا الكلام من جهة، وألهم النملة فقبل منها هذا الكلام وامتثل لأمرها. قالت يا نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ومن جهة ثالثة أن الله جعل سليمان يسمع كلامها ويدرك ما قالت، ولهذا قال تعالى فتبسم ضاحكا من قولها. فهذا من حكمة الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا خالق كل شيء وهو القادر على كل شيء. ولهذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان يخطب على جذع، فلما عمل له منبر حن هذا الجذع لفقده لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع تسبيح الحصى بيد الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إنه يعرف شجرة كانت تسلم عليه. المقصود أن هذه الكائنات التي لا تنطق كما ينطق بنو آدم، الله جل وعلا أعطاها من القدرة ما يجعلها تنطق على الوجه الذي أراده، وجعل لمن شاء من عباده أن يسمع هذا النطق وأن يدرك ما يقول وأن يدرك ذلك، يعني يفهم معنى. وقد قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذا هو الذي ينبغي أن يسأل عنه السائل في مسألة النملة. أما السؤال عن كونها مذكر أو مؤنث هذا لا يترتب عليه حكم شرعي، وبالله التوفيق.